عبد العزيز أبو النجا، الدولة في الإسلام، هل في مفهوم عن الدولة في الإسلام، ولا هي اجتهادات علماء وفلاسفة ومفكرين واحنا سميناها اجتهادات إسلامية لأن هؤلاء يدينون بالإسلام؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. في البداية طبعا أود بس تصحيح شيء بسيط، يعني أنا لست عضوا بمجمع فقهاء الشريعة، أنا خبير بمجمع فقهاء الشريعة. أنا عضو بهيئة المعايير الشرعية بالبحرين. تمام. ده مصدر. حاضر. الأمر الثاني، أنا لا أظهر للدعاية لمرشح من المرشحين. يعني أنا لا علاقة لي مثلا بتوجه القناة، لا علاقة لي بتوجه حضرتك. والله هي القناة فعلا ما فيهاش توجه فيما تعالى مع بعض. احنا بنعامل الناس بأكبر قدر ممكن من الحيادية، بنعرض وجهة نظرهم ونترك للناس هم. والله أنا لا أدري يا دكتور معتز، أنا قلت أوضح حاجة. بس كويس، بس احنا ما اتفقناش على دعم حد من باب الأمانة. لا ما اتفقناش. لا خالص. أنا ما أعرفش حتى لو حضرتك بتقول إن القناة ليها توجه أو حضرتك ليك توجه بتدعو إليه. نعم. لا مالناش. الحمد لله، ده أفضل. الحمد لله أفضل. الحمد لله. احنا انتهينا من قضية الدين والعقل. صح. بس في حاجة خفيفة محتاجين نوضحها. اتفضل. وتظهر جدا، يعني نقررها كقاعدة عشان نكون احنا الحمد لله انتهينا من يعني الحلقتين الماضيتين بشيء انتهينا إليه، ألا وهو لا تعارض بين الدين والعقل. صح. لا تعارض، لا تصادم، بالعكس الدين يحض على العقل. بالضبط. على إعمال العقل. هو دين العقلاء، الإسلام دين العقلاء. يا له من دين لو كان له عقلاء. ده صحيح. وكلما ازداد الإنسان عقلا كلما ازداد تدينه وحبه لله تعالى وخوفه من الله عز وجل سبحانه وتعالى. صح. طيب، في مثالين مهمين جدا لقضية عدم التعارض، مهمين جدا هيفيدونا. اليد السارق تقطع بشروط كثيرة، شروط خاصة به، شروط خاصة بالمجتمع، حد الكفاية كما هو مشهور. نعم. وفي نصاب قطع يد السارق ربع دينار. نصاب قطع يد السارق يعني ايه؟ يعني من سرق ربع دينار فأكثر تقطع يده بشروط أخرى. يجوز أن تقطع يده؟ لا مش يجوز، هو تقطع يده. لابد أن تقطع يده في حالة توفر الشروط. في حالة توفر الشروط، ده بنص القرآن. نعم. وبإجماع أهل العلم، بنص القرآن والسنة وفعل النبي عليه السلام وبإجماع أهل العلم. نعم. طيب، في شروط كثيرة منها النصاب. يعني ايه النصاب؟ زي نصاب الزكاة كده، يعني في حد معين، مش أي واحد يسرق أي حاجة تقطع يده. نعم. النصاب هو ربع دينار، يبقى من سرق ربع دينار فأكثر تقطع يده. طيب، واحد قطع يد آخر في دية، يعني في قصاص أو دية. طيب، دية قطع اليد كام؟ اليدان ديتهما دية النفس 100 من الإبل، يبقى اليد الواحدة فيها 50 من الإبل. طيب، الموضوع ده قديم، الناس تعجبت. الإيد تقطع، واحد يقطعها لو سرق ربع دينار، يبقى ايده تتقطع بربع دينار. ولو ايده اتقطعت من واحد ياخد تقريبا 500 دينار. 500 دينار. طب ليه؟ ما هو يبقوا زي بعض. طيب، يعني ال 500 دينار اللي هي قيمة الدية تبقى هي النصاب بتاع قطع اليد. ليه الشريعة فرقت؟ فجملة جميلة قوي له العلماء ردا على القضية دي. والعقل يستغرب، يقول ايه السبب؟ ايه اللي خلى الموضوع يبقى فيه فارق ما بين دية قطع اليد وما بين حد النصاب بتاع السرقة؟ فالعلماء قالوا جملة جميلة قوي قوي قوي. قالوا ايه؟ قالوا فلما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. الله قوي. طبعا. الله أكبر. لما كانت أمينة كانت ثمينة. لما يجي واحد يعتدي على حضرتك عياذا بالله، عياذا بالله، فيقطع يدك، نقول له انت قطعت ايد أمينة ثمنها غالي 500 دينار. لكن لما واحد يسرق ربع دينار ايده خانت فهانت، تقطع عشان ربع دينار. طب ما هو ده برضه مع كل حاجة.
يعني من قتل، يعني لو قتلت هتقتل، من قتل يقتل. طبعا. لانه هان. تمام. لانك انت اهنت نفس انسانيه، فانت كمان وزنك يا دي غاليه جدا انت ما احترمتهاش. بالضبط. يبقى انت كمان مش لا تحترم. بالضبط. عينه بعين. يبقى العقل هنا قبل ولا ما قبلش؟ قبل جدا. ده العقل، ده هو ده تمام العقل. صح. طيب امر تاني، اللي بيلبس خفين بيمسح على الخفين، صح؟ طبعا بشروط في الفقه معروفه مشهوره. نعم. طيب هو الواحد بيمسح من فوق ولا من تحت؟ بيمسح من فوق. احنا بنتكلم في الوضوء. في الوضوء طبعا، لان الغسل ما فيهوش مسح على الخفين. صحيح. كلام جميل قوي. سيدنا علي قالها من زمان، قال لو كان الدين بالعقل لكان المسح على اسفل الخفين اولى من ايه؟ اولى من الاعلى. ان الواحد بيمشي اللي بيتوسخ يعني بيمثل اعزكم الله بيمثل الارض، بيمثل الارض بالجزء اللي تحت مش بالجزء اللي فوق. طب انا بمسح على الجزء اللي فوق ليه؟ طيب ما دي غريبه. لا مش غريبه. لما الانسان يجي يتامل ويتدبر المعنى هيجدها لطيفه جدا. هو انا بمسح على فوق اكتسابا للطهاره ولا ازاله للنجاسه؟ انا بمسح على الخف من فوق من اجل اكتساب الطهاره عشان اكون متوضئ، اكتساب الطهاره، ولا عشان ازيل النجاسه؟ لان النجاسه تحت. لان النجاسه تحت. انا لو عاوز ازيل النجاسه همسح من تحت. لكن لو عاوز اكتسب الطهاره همسح من فوق. المعنى الثاني الجميل قالوا جميل، حاجه جميله قوي، قال انا همسح من فوق. طيب ما هو الجزء اللي ماشي على الارض بيحتك بالارض والتراب طهور اصلا. يبقى الاصل في التراب انه طهور، اذا التراب طهر الجزء اللي تحت، اذا انا مش محتاج اكسبه طهاره فامسح من فوق. انا عاوز اقول لحضرتك ايه؟ القضيه مش المسح في الخف، القضيه هي انه ان الدين بيحترم العقل. وانا ذكرت لحضرتك قضيتين. قضيه خاصه بالعقوبه هي تمام العقل، وقضيه خاصه بالعباده، والعبادات توقيفيه اصلا. يعني لا مجال للعقل فيها، الواحد يسمع ويطيع ربه. ومع ذلك عند التدبر والتامل تجد فائده، تجد حاجه عقليه مناسبه جدا جدا. اذا لا تعارض بين الدين. وعارف حضرتك برضو علمائنا الافاضل كانوا يقول لك احكام الشريعه معلله، يعني فيها عله. يقول لك خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. يعني هو انت بتاخد الصدقه عشان تطهرهم لكن وتزكيهم. هل كل حكم أردف بعله؟ صحيح. لا ابدا. صحيح. لما؟ لاننا نؤمن بالغيب. ثقتنا وايماننا ويقيننا في الله يجعلنا نفعل ونسمع ونطيع بلا عله، ولكن ان علمناها ازددنا ايمانا وطمانينه ويقينا. لانه تمام الامام سمعنا واطعنا. واللي انت مؤمن بالله ليه؟ ربنا واليك المصير. انت لو ستساله عن كل شيء يبقى انت ايمانك فيه. انت مالك بعقلك مش مالك بخالقك. مش بخالقك. صح. ثم احنا لا نفعل هذا مع الناس. انا بروح للطبيب يقعد يقلبني يمين وشمال، لازم اساله ويفعل فيا ما يشاء، ونعمل اشعه بكل الانواع لا اجرؤ على سؤاله، ويكتب لي روشته لا اجرؤ على سؤاله. اقول سبحان الله.